مرحبا يا جماعة. اليوم الفيديو عن مربى العز الحلقة 25. هلا التفاصيل، بس أول شي حطوا لايك. عبد مأمون بيشوف الشيخ مالك مع وردة، عم بفوتوا على بيت الشيخ مالك وبصير بيحكي بالقصة مع أهل وردة، وإنه هذا الشي ما بصير يا جدو. فكلهم بيعرفوا إنه الشيخ مالك والشيخ ما بيعمل الحرام، بس يعني مو أصول هذا الشي بالنهاية. فمأمون بده يفضح الشيخ مالك بكل الحارة، وأهل وردة بيتعصبوا كتير وبتضايقوا، يعني حقهم. وردة بتقول للشيخ مالك انه هي عملت العيبة مع واحد على اساس يتزوج منها، بس تركها وراح ابن حرام طلع. وبتقول للشيخ مالك انه شو ساوي اذا اهلي عرفوا راح يذبحوني. هالاحاديث بالمسلسلات الشامية. بيقول الشيخ مالك خليني افكر. فغالب بيطلع بالليل بده يقتل مناع، بس مناع طبعا قبضايه قوي، بيقتله بيسلخه بالحيط وبيجرحه بكتفه. فبيقوله راح سامحك هالمرة، راح اوهبك روحك، هي حرام هي الجملة بس حرام، بس اذا رجعت راح اقتلك، مثل حكي ابو شهاب. يعني مناع بيقوله انه يا بزعيم ابو علاء، في حدا كان بده يقتلني. اهل وردة بيقولوا للشيخ مالك انه ما بقى بدهم وردة تشتغل عنده لحتى تجي امه. اهل الحارة شافوه عم يفوت على البيت وهي موجودة، وانه هي كمان فاتت معه على البيت. فملكة بتحل قصة أبو عجاج وأخوه. جواهر متضايقة ومقهورة بسبب رجعة غالب على البيت إنه ومجروحة كتفه. فجواهر بتقول لازم نلاقي حل نتخلص من مناع، وطلع أخطر من أبوه وأخوه. زين بيقول لفارس إنه أنا عم بشتاق لمناع، مناع كتير حباب وما بقدر أتحمل غيابه. ففارس بيقول له كون قوي أخي، كون قوي، مناع ما رح ينسانا، أكيد رح يزورنا ويرجع. يا ماما حبيبة مناع بتتضايق وبتروح لعند فارس وبتسأله صحيح الخبر اللي سمعته. فبيفرح بس هي ما بتفرح وبتقله انه مناع رح يتغير. بس فارس طبعا القبضاي بيقول انه فارس ابن اصل ومستحيل يتغير، وحتى انه يتركها ما بيتركها لا. بس يا ماما يعني لساتها شاكة. ورد بيقضي طول العمر مع معتصم، فاللي هو على أساس مناع، وبيقوله لا تتركني خليك جنبي. أسينات بقى هلا عم تسأل أم علاء عن زين، وبتقول أنا لسه ما بعرف شي عن رفقاتي. هذا الفيديو بس عن رفقاته عفوا. اشترك بالقناة.